أهلا بكم في مقدمة أجوبة هامة عن الفداء. ليه ربنا إدى للإنسان حرية الاختيار رغم علم ربنا إن الإنسان هيستخدم حريته غلط؟ وليه الأكل من شجرة معرفة الخير والشر كان بيعبر عن رغبة الإنسان إنه ينفصل عن ربنا؟ وهل الموت اللي نتج من أكل ثمرة الشجرة كان صحيح عقاب من ربنا؟ ولو ربنا صالح وقوي ليه ما منعش إبليس إنه يغري حواء وآدم؟ يعني إيه دم الذبايح كان للتكفير فقط وإنها لا تقدر أن تغفر خطايا؟ وإزاي خطايا المؤمنين في العهد القديم كانت بتتغفر؟ وليه ما كانش حد ينفع يخلص بشريعة موسى؟ وإيه الحاجتين الأساسيين اللي المسيح افتدانا منهم؟ وإزاي موت المسيح بيحقق الفداء ده؟ والمين دفع المسيح الفدية؟ وهل ربنا هو اللي خلى إبليس ويهوذا ورجال الدين اليهودي وبيلاطس يصلبوا يسوع؟ وإيه أهمية القيامة؟ إذا كان المسيح قبل ما يموت على الصليب قال قد أكمل، وإذا كان المسيح ابتدانا فعلا فليه لسه بنموت؟ وإزاي نعمة يسوع أقوى من شريعة موسى في إصلاح الإنسان؟ وليه ربنا أصلا إدى الشريعة لموسى؟ وأسئلة أكتر من كده بكتير بنناقشها في الكورس، فافتكر احتفظ بالفيديو وشاركه مع أصحابك.